أنا اسمي سحر، والناس بقت تناديني المعلمة مش لأني كنت زي جويشاو أدرس، لكن لأن الحياة غصبتني إني أتعلم وأعلم نفسي بنفسي. زمان كنت عايشة في نعيم ما خطرش على بال أي إنسان. جوزي كان اسمه رامي، وكان إنسان محترم جدا، بيحبني بطريقة تخلي كل الستات تحسدني. كنت ست بيت بالمعنى الحقيقي، ما كنتش بنزل حتى أمشي في الشارع لوحدي. أولادي كانوا نور عيوني، وكل طلباتي كانت موجودة قبل ما أفكر فيها. رامي كان تاجر شاطر جدا، وبيشتغل في تجارة الأقمشة، وكان أذكى من إخواته كلهم. عيلته كانت غنية كمان، لكنه هو اللي كان المسيطر على الشغل لأنه كان فاهم وقد المسؤولية. لكن فجأة ومن غير أي مقدمات الدنيا قلبت. رامي مات في حادثة، وسابني أنا وأولادي الثلاثة. يوسف في أولى كلية، ولما في ثانوية عامة، وسارة لسه في إعدادي. ما كنتش مصدقة اللي حصل. كنت طول عمري معتمدة عليه في كل حاجة، فلما راح حسيت إني وقعت في قاع مالح. إخواته جريوا علينا عشان ياخدوا المحل والبضاعة ببلاش. والله العظيم عرضوا عليا مبلغ قليل جدا عشان أتنازل عن كل حاجة. رفضت طبعا، لكن ولادي كانوا صغيرين ومش فاهمين الدنيا، وكنت خايفة عليهم. قلت لنفسي لازم أتغير، مش عشان نفسي، عشان عيالي. بدأت أنزل المحل وأنا خايفة ومرعوبة. ما كنتش فاهمة حاجة في البيع والشراء. كنت بلبس عباية سودة وأقف في ركن وأتفرج على العمال. كنت بحس إن عيون الناس بتاكلني، والكل بيقول دي أرملة رامي شكلها مش فاهمة حاجة. لكن رفضت أستسلم. في أول مرة حد ناداني باسمي قلت له ناديني المعلمة سحر. اللقب ده كان بيديني قوة. كنت بحس إني بقى لي قيمة. تعلمت بالغلطة وخسرت كمان، لكن في كل مرة كنت باخد درس. ومع الأيام بقيت أعرف أفرق بين البضاعة الأصلية والتقليد، وأفهم مصاريف الشحن والمكسب والخسارة. كل ده عشان ولادي، عشان محدش يقول عليهم ولاد الأرملة الضعيفة. الخلاصة: الظروف بتغير الناس، وأنا تعلمت إن الحب الحقيقي للولاد معناه إن الأم تضحي وتبطل خوف. بس هل التضحية دي هتتقدر ولا هتروح على الفاضي؟ هل ولادي هيفهموا قد إيه تعبت عشانهم؟ ولا خلاص كل حاجة عملتها هتتحرق في لحظة؟ كملت سنين وأنا بشتغل في المحل، كنت بطلع منه تعبانة لكن مبسوطة إني قادرة ألم شمل ولادي. يوسف كبر ودخل الكلية، ولما خلصت ثانوية ودخلت معهد فني، وسارة لسه في الدراسة. كنت بحلم إن يوسف يشتغل معايا عشان أريح دماغي. ولما اتخرج قلت له يا ابني تعال شوف الشغل اللي بنيناها بتعب سنين. لكن المفاجأة إنه رفض تام. قال لي أنا مش عايز أشتغل في السوق، أنا عايز شغل مكاتب. حاولت أقنعه إن التجارة فيها فلوس كتير، وإن ده مستقبل أولاده لو حافظ عليه، لكنه كان متكبر ومش واخد باله. قعدت أشرح له المصاريف والأرباح، لكنه كان يزهق بسرعة ويقول لي سيبيها يا ماما، انت اللي فاهمة. الغريب إن يوسف لما اتجوز ولادتي اتغيرت. مراته كانت بنت ناس أغنياء، وما كانتش بتحب تيجي عندي. كانت بتعامله بطريقة عكس تعاليمي، وابني بقى بعيد عني. ما كانش يسأل عن إخواته، ولا كان بيجي يشوفني إلا نادراً. تعبت عليه كتير ودعيت له، لكنه كان متعلق بمراته لدرجة إنه نسى كل شيء. ربيته على حب الاستقلال، وفجأة لقيت نفسي وحيدة. ساعتها قررت أركز على بناتي. لما خطبت شاب اسمه هشام، كان ظروفه المادية صعبة، لكن أنا ساعدته. جبت له شقة في نفس العمارة اللي ساكنة فيها وجهزتها على قد ما أقدر. ولما فرحت بيه واطمنت عليها. أما سارة فكانت بنتي الصغيرة المدللة، طيبة زيادة عن اللزوم، وما كنتش فاهمة أي حاجة في الدنيا. كنت خايفة عليها أكتر واحدة. قلت خلاص بقالي 40 سنة، حان الوقت أهتم بشكلي وأحس إني عايشة. شلت العباية السوداء ولبست الوان ونسقت شعري، والناس بدأت تمدح فيا. حسيت بطعم الحياة تاني. يوسف ما كانش مبسوط بالتغيير ده، لكنه مش راضي يجي يقول لي كلام قدامي. ولما كانت معترضة برضه لكن سكتت. سارة الوحيدة اللي شجعتني قالت لي عيشي حياتك يا ماما، انتي تستاهلي كل خير. وفعلا قلت يمكن أخيراً الدنيا هتبتسم لي. الخلاصة: الأبناء أحياناً بيكبروا وبيفكروا بمصالحهم الجديدة، والأم بتبقى آخر أولوياتهم، رغم إنها كانت أولى أولوياتها طول عمرها. بس فجأة هجوم غريب هيغير حياتي كلها.
هل سارة هتفضل داعمة ليا ولا قلبها هيتغير زي إخواتها؟ في يوم عادي في المحل وأنا قاعدة أرتب الأوراق دخل علي شاب شكله وسيم جدا في نص العشرينات. كان طوله فارع وهدومه نظيفة وريحة العطر بتاعته مالية المكان. اسمه كريم، وكان بيقدم أوراقه عشان يشتغل عندي. عرفت إنه في آخر سنة حقوق وإن أبوه مات من سنة وخسروا فلوسهم كلها. كان لازم يشتغل عشان هو وأمه وخواته البنات تصدقوا. رغم إنه كان شكله غني، لكن الظروف قلبته رأساً على عقب. حسيته شبيه بحالتي من سنين. قولت أساعده، وافقت أشتغل عندي، ومرتبه كان أحسن من كل العمال. كان هو الوحيد اللي يقبض كل أسبوع عشان ظروفه. في الأول كان عادي، لكن مع الأيام بقينا نتكلم أكتر. كان يحكيني عن حلمه إنه يكون محامي ناجح، وعن والدته اللي رافضة فكرة إنه يتجوز دلوقتي عشان معهمش فلوس. كنت مبسوطة وأنا قاعدة معاه، بحس إني لسه شابة وقلبي بينبض. ولما سألته إذا كان مرتبط قال لي: كنت مرتبط ببنت، لكن سابتني بعد ما بابا مات، ودلوقتي هي اتجوزت خلاص. كلماته وجعتني لأني حسيته بالألم اللي كان جوايا بعد رامي. في يوم أخت كريم كانت مخطوبة، وكان محتاج مبلغ كبير عشان الفرح. من غير ما أقول له حاجة حطيت الفلوس في جيبه. فوجئ بيا وعينيه امتلئوا بدموع. بعدها بأسبوع أمه دعتني على الغداء في بيتهم. لبست أحسن هدومي ورحت. استقبلوني استقبال ملكات، وأمه كانت لطيفة جدا. قالت لي: سحر، أنت إنسانة طيبة ونفسي خير يجي ليكي. ساعتها حسيت إني عايزة أعيش معاهم. وبعد الفرح كريم عزمنا نخرج نتغدى برا، وكان الجو رومانسي جدا. وفجأة طلب مني الجواز. قال لي: أنا بحب شخصيتك القوية وعايزك تكوني زوجتي. أنا من جوايا كنت موافقة، لكن خفت من ولادي. الخلاصة: الحب مش له سن، لكن المجتمع والولاد أحياناً بيكونوا سد منيع قدام سعادة الأم، حتى لو كانت تستحق. هل كريم صادق في حبه؟ ولا هو عايز الفلوس اللي جمعتها سنين؟ وهل ولادي هيعارضوا ولا لأ؟ لما كريم طلب إني أتجوز ما قدرتش أنام. عقلي كان يقولي: دي فرصتك تاني تعيشي حياتك، وقلبي كان يقولي: ولادي ولا حاجة. قلت له أديلي وقت أفكر. رحت قعدت مع أولادي في بيت يوسف وجمعتهم. قلت لهم: يا ولادي، حد تقدم ليا. وما كملتش الكلام يوسف قام مصعوق: مين ده اللي عايز يتجوزك يا ماما؟ قلت له: كريم، الشاب اللي شغال معايا في المحل. سكينة ساعة صمت، وبعدها يوسف زعق: لا يا ماما، مستحيل، ده شاب صغير، أكيد عايز مصلحته. ولما بكوا وقالت: حرام عليكي يا ماما، انتي كبرتي وعايزة تتجوزي. سارة قالت: أنا مش هقبل، ولو اتجوزتي هسيبكي وأروح أعيش عند أختي. صدمني كلامهم. حاولت أشرح لهم إنها حياتي وإن أنا تعبت سنين عشانهم وإن ماما محتاجة حد يخاف عليها. يوسف قال: لا، حق أبونا اللي مكتوب باسمك لو اتجوزتي هيضيع. قلت له: حق أبوكم أنا حافظه، وجبت لكل واحد فيكم شقة من تعبي أنا. المحل اللي شغال أنا اللي كبرته، والشقة اللي ساكنة فيها دي ملكي أنا، ومفيش فلوس زيادة. لكن كان هم ما سمعوش، قرروا إنهم يقاطعوا لو كملت. أنا بحب أولادي أكثر من أي حاجة، وبحب كريم برضو. فضلت أسبوعين مش عارفة أقرر. كل ما أشوف كريم أنسى كل حاجة، وكل ما أفتكر أولادي أحس بالذنب. في الآخر كريم اقترح عليا نتجوز من غير ما أولادي يعرفوا. قولت له: أنا مش هقدر أعيش كذابة. لكنه أصر. قلت له: خليني أفكر. لكن الأيام عدت وأنا حسيت إني قاعدة في سجن. يوسف بقى يتصل بي كل يوم يقول لي: لو اتجوزتي مش هنسال عنك تاني. سارة سابت البيت وراحت عند لما. الليالي بقيت طويلة ووحيدة. في لحظة ضعف وافقت إني أتجوز من غير علمهم. كتبنا الكتاب وسكنت معه في شقة صغيرة بعيد عن منطقتهم. في البداية كنت مبسوطة، لكن الفرح مكملش كتير. الخلافة، الأم اللي بتضحي بعمرها عشان أولادها وقررت أخيراً تعيش، بتلاقيهم أول ناس تخونها وتنسى كل اللي عملته. هل القرار كان صح؟ بعد الجواز ولادي قطعوا علاقتهم بيا خالص، وفجأة لقيت نفسي ما عندهاش غير كريم. لكن اكتشاف صادم هيغير كل حاجة. اتجوزت كريم وعشت معاه سنة ونص. كان في الأول رومانسي جدا، بيحبني ويخليني أحس إني ملكة. كان بيصحي الصبح يجهز لي الفطار ويقول لي: خلاص انتي مش هتنزلي الشغل تاني، أنا هشتغل وأجيب فلوس. وفعلا بقيت قاعدة في البيت طول اليوم،
وهو كان رايح جاي على المحل. أول شهرين كانوا أحلى حاجة في حياتي بعد رامي، لكن مع الوقت بدأت أحس إن في حاجة غلط. لاحظت إن كريم بقى يخرج كتير من غير ما يقولي فين رايح، ولما أسأله يقول لي شغل يا حبيبتي. لكن أنا كنت عارفة الشغل كويس والمحل كان ماشي تمام من غير مشاكل. فضلت أراقبه من غير ما يحس. في يوم اكتشفت إنه بيصرف فلوس كتير قوي، أكتر من أرباح المحل أساساً. سألته قال مرتبات العمال زادت ومصاريف الشحن غليت. أنا عارفة إن كلامه مش مظبوط. رحت المحل بنفسي من غير ما يقدر يمنعني. حسيت إن العمال بيفضفضوا ويقولوا حاجات في إشارات. واحد من العمال القدام اسمه محمود قال لي يا معلمة، كريم بياخد بضاعة من غير فواتير وبيبيعها بره البلد. ساعتها حسيت إن الأرض بتنهار من تحتي. رجعت البيت وواجهته، لكنه زعل وقالي أنت بتكرهيني؟ أنا بعمل ده عشان نعيش كويس، عشان نكبر الشغل. مش عارفة أصدقه ولا لأ. في نفس الفترة ولادي كانوا قاطعين علاقتهم بيا خالص. لما جابت بنت، وسارة جابت بنت كمان، وعرفتني الجيران. نفسي أشوفهم، نفسي أحضنهم، لكنهم رافضين. كل ما أتصل بيوسف يقفل في وشي. كل ما أروح عند شقة لما تقفل الباب. الحقيقة إني تعبت نفسياً. بقيت أفكر ليل نهار، هل اللي عملته كان غلط؟ هل كنت أضحي بحبي عشان أولادي؟ رغم كل حاجة لسه بحب كريم، لكني بحب ولادي أكتر. ولما مرضت بوعكة صحية شديدة ونزلت المستشفى محدش فيهم سأل عني ولا مرة. الخلافة 1.5 سنة كافية تكشف لك إن الحياة اللي كنت تحلم بيها ممكن تبقى كابوس. ولادك رافضين وجوزك مش صادق. إيه اللي جاي بعد كده؟ المستشفى كان نقطة التحول. هتقابل مين في المستشفى يقلب حياتها رأساً على عقب؟ وهل هينتهي كل حاجة بموت ولا بولاد تاني؟ فضلت في المستشفى أسبوعاً كامل ولا مرة حد زارني غير كريم، وكان زياراته سريعة وباهتة. كنت قاعدة في السرير لوحدي ببص في السقف وأفكر في حياتي. أنا اللي ضحت بكل حاجة عشان أولادي. دلوقتي لقيت نفسي وحيدة. رغم إن كريم كان معايا، لكن قلبي ما كانش مرتاح له. مش عارفة أشرح لكم. كان زي حاسة سادسة إن في حاجة غلط. يوم ما خرجت من المستشفى قررت أروح عند يوسف بالعافية. وقفت قدام باب بيته، دقيت، فتحت مراته، ومن وراها شفت يوسف جاي. قال لي أنت لسه جاية ليه يا ماما؟ أنت اخترتي حياتك. دموعي نزلت. قولت له يا ابني أنا تعبت، محتاجة أولادي. ساعتها حصل حاجة غيرت كل حاجة. لما وسارة كانوا جايين عند يوسف بالصدفة، ولما شافوني على الباب لما زعقت وبكت. سارة جريت حضنتني وقالت وحشتيني قوي يا ماما. جوه البيت قعدنا نتكلم كتير. أنا شرحت لهم كل حاجة، إني اتجوزت عشان أحس إني عايشة، وإني كنت محتاجة حد جنبي. ومع إني بحب كريم، لكن اكتشفت إنه مش الراجل اللي كنت فاكرة. اعترفت ليهم إني بشك في تصرفاته المالية. يوسف وقتها قال لي تعالي شوفي المحل مع بعض وهنعرف الحقيقة. ونزلنا المحل، وبإذن الله اكتشفنا إن كريم فتح حساب بنكي باسمه بيحول فيه أرباح المحل من سنين دون ما أحس. أنا كنت غافلة تماماً. في اليوم اللي بعده واجهت أمام أولادي والعمال. حاول ينكر، لكن لما جبنا الفواتير والأوراق صمت وقال أنا عملت ده عشان أضمن مستقبلنا. قلت له لا كريم، أنت عملت ده عشان فلوسي. طلبت الطلاق ووافق على مضض. خسرت 2 سنين من عمري، لكن رجعت لأولادي. صالحوني تدريجياً، خاصة بعد ما شافوا إني ضحت بالجواز عشانهم. دلوقتي أنا قاعدة جنب سارة وساعدها في بنتها، وشفت حفيداتي. تعبت أكيد، لكن مبسوطة. ما زلت بحب كريم، لكني حبيت نفسي وكرامتي أكتر. القصة علمتني إن أي حاجة ممكن تحصل في الدنيا، وإن الأخطاء جزء من حياتنا. المهم إني لسه واقفة على رجلي. الظروف ساعات بتحكم علينا، لكن القرارات في الآخر إيدينا. أنا ساحر، المعلمة اللي غلطت واتعلمت، ولسه بستنى إن أولادي يقدروا اللي عملته لهم يوم من الأيام. في الآخر الحياة بتلف بيك وبتجربك، بس الأهم إنك تقف تاني وتكمل. يمكن مش كل اللي ضحيتي بيه هيرجع لك، لكن انتي كسبتي نفسك أولاً. هل هيكمل ولادي معاها ولا هيرجعوا يتجاهلوها بعد فترة؟ وهل كريم هيحاول يرجع لها ولا لأ؟ القرار في إيد المشاهد. تابعوا الجزء الجاي لو فيه